السبب الرابع انه ما في رعايات معنا. مثل ما نقول انت يعني بالغلط ما اعرف كيف سويت اشتهرت في اليوتيوب. انا اتكلم عن اليوتيوب ما اتكلم عن باقي المنصات. يعني اشتهرت بالغلط في اليوتيوب ما بتستفيد شيء، لا يدخل لك فلوس ولا شيء، ولا بيجي مثلا راح يرعى مقطعك. اذا حقك بيقول بس مال المطاعم، يعني مال البرجر، يعطيك برجر ببلاش يلا في المقطع، يمكن يعطيك 50 ريال بس. يعني طبعا انا ما قصدي اقول 50 ريال شويه ولا شيء، لا لا بالعكس مبلغ حلو، بس انا اتكلم في الدول المجاوره، يعني في الدول اللي عندنا يعني يجينهم رعايات بمبالغ اعلى عن كذا بواجد. انا ما اتكلم عن القنوات الصغيره، اتكلم اذا انت سويت قناه كبيره ما بتحصل لك رعايات، واذا حصلت رعايات ما يستاهلن. عشان كذا يعني بينك وبين الناس بتقول ليش انا قاعد اتعب عمره وانزل مقاطع ومنتج واجلس انتظم بالسنين عشان اذا اشتهر ما حصل رعايات، ما حصل شيء. بالعكس انتقادات. اهم سبب انه ما في يوتيوبر عمانيه طلعوا الانتقاد. قسم بالله شباب ترى المجتمع العماني ما يرحم، تقطيع يعني ما اعرف ايش السبب. يعني هل في عقده من الموضوع؟ ما اعرف. يعني انا الحمد لله يعني انا ما حد انتقدني، انا يعني قناه صغيره يعني بعدني ما وحيت اطلع، بس ان شاء الله انتم تطلعوني بعد هالمقطع يعني، ولا حد ينتقدني. ما انسان حساس ما ازعل يمكن اقفل القناه يعني.